كده عارفين وقت اللي هو الديدلاين والحاجات دي يا جماعة، بجد ما شاء الله النهاردة روتين مليان تفاصيل، أو يعني بمعنى آخر كده زنقة الكلاب عارفينها كلنا بتاعت الهاي ليفل وبتاعت اللي هي يعني قبل الامتحانات دي. واحنا لما نشوف الجدول بقى فيعني بجد فيديو النهاردة فيه تفاصيل كتير قوي، هقولكم ذاكرت ايه وعملت ايه وحاجات تانية كتير. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع بعض. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجه عملتها اني صحيت صليت الفجر، الحمد لله يا جماعه. حاولوا ان انتوا يعني تصلوا في وقت او كده، بس المهم ان انتوا تصلوا يعني. الحمد لله خلصت تمام. يعني بجد يا جماعه الصلاة مهمه جدا، ولازم لو انتوا مكنتوش بتصلوا تحاولوا في 2026 تصلوا كل الصلوات في وقتها، عشان دي بجد حاجه مهمه جدا وهنتحاسب عليها. الحمد لله خلاص بعد ما خلصت صلاة رحت بقى يا بنات عشان قراءة اللي هي أذكار الصباح. يا جماعة مش بتاخد وقت، بس مهمة مش تاخد معاكم والله 5 دقايق خالص. بس المهم ممكن تقرأهم من الموبايل، أو مثلا يعني من كتاب زي كده برضو بتبقى حلوة، بس هي يعني مش بتاخد وقت، بس مهمة جدا وتأثيرها كبير. بعد كده يا جماعة رحت عملت سكين كير. عارفين الغسول المعتاد طبعا، الغسول ده من تترايد، انا بحب قلت لكم قبل كده ان هو حلو ويستاهل تجربوه، فيه سلسليك اسيد وبينضف البشرة كويس، فيستاهل تجربوه، سعره برضو حلو يعني. بس يعني المهم ان انا غسلت بيه وشي كويس كده. وطبعا يا جماعة غسلت اسناني برضو تمام. حاولوا ان انتوا يعني تخلوا السكين كير بتاعكم بسيط، بس ان انتوا تلتزموا عليه كل يوم، ده المهم. بعد كده يا جماعة رطبت بشرتي بالكريم ده من ميلانسينول كريم. ترطيب البشرة يا جماعة أو الترطيب عامة في الشتا مهم جدا جدا، فرطبوا بشرتكم يعني بأي كريم انتوا تحبوه كده. أنا رطبت بالكريم ده من ميلانسينول كريم، وبعد كده رطبت ايديا برضو بالكريم ده من نيفيا سوفت. زي ما انتوا شايفين أنا بحبه، هاتوا أي كريم عندكم، في بنسينول في نيفيا سوفت في حاجات كتيرة جدا، بس برضو أهم حاجة ان انتوا ترطبوه بأي حاجة وخلاص. بس الحمد يعني كده خلاص كده يعتبر خلصنا. بعد كده ترطيب الشفايف برضو قلت لكم على الليب بالم دي الفيديو اللي فاتت، وعجبتني جدا من كير اند مور. كمان حلوة جدا، سعرها رخيص 25 جنيه، ترطيبها بيقعد من ساعتين تقريبا ل3 ساعات او كده. فيعني بالنسبة يعني للسعر هو حلو، ولونها كمان يا جماعة حلو، يعني تعتمدوا عليه في المشاوير اليومية وكده. فبجد حلوة يعني، انا عجبتني وان شاء الله اكررها تاني. بعد كده يا جماعة بقى سرحت شعري. عايزة اقول لكم يا جماعة التوك الستان دي يا جماعة يعني هي اختراع بجد، مش بتخلي شعركم يتقطع او يمسك في التوكة او كده، فهي حلوة جدا. وبعدين يعني اللي يعني لون التوكة عجبني اوي، يعني اللون البني وكده، وفي نفس الوقت هي رخيصة، ما بتعديش غير 15 جنيه 10 جنيه، فبجد حلوة. بعد كده بقى يا جماعة رحت بقى فطرت وكده، يعني نضفت البيت والأوضة بتاعتي كده، لميت المكتب صراحة، ومسكت كده الموبايل شوية تقريبا كانت نص ساعة وكده. يعني نبدأ بقى المذاكرة بجد. هنا عندي يعني هبدأ إن أنا أذاكر هاي ليفل. هنا في يونت 2 عندي 3 يونتس، والريدر عندي أول 3 شابترز. فابتدي إن أنا هذاكر هنا يونت 2. أنا بقرأ كل الكلمات زي ما انتوا عارفين، لو في حاجة جديدة بحفظها أو كده بحدد على الحاجات المهمة زي ما انتوا عارفين. مثلا في مثلا يعني تعبيرات في اللي هو السينونيم والأنتونيم والحاجات دي كلها برضه مهمة. يعني أنا بقرأ كل الكلمات، ولو في حاجات جديدة عليا برضه بحفظها بستفاد منها. الموضوع مش هياخد معاكم وقت كتير، ممكن تمولوا في الحاجات دي على اليوتيوب او كده، او يعني ممكن يعني تذكرهم لوحدهم، هما سهلين برضو. الافعال برضو نفس الفكرة بحفظها عشان بتساعدني جدا يعني في الجرامر، ودي حاجة مهمة. كل ده يا جماعة حفظ طبعا، يعني حاجة بجد يعني حاجات كتيرة قوي. برضو يا جماعة التعريفات دي انا برضو يعني بقرأها كده على السريع، عشان برضو يعني ابقى عارفة لو جاتلي في تشوز او كده اعرف احلها وبتاع. ممكن بقى تحددوا مثلا يعني بهايلايترز بقى، اللي يعني الوان مثلا مختلفة وكده. يعني حاولوا يعني تخلوا يعني في حاجات مختلفة كده في المذاكرة، تجيبوا ستيكي نوتس حاجات كده تشجعكم على المذاكرة. أي لون تحبوا يا جماعة، مثلا يعني فايليترز أو كده عادي. هبدأ هنا يا جماعة أحل معاكم شوية من الفوكابز دي، مش هحلهم كلهم طبعا بس شوية. هبتدي أحل معاكم، بختار الإجابة الصح، وممكن بعد كده أصححهم لنفسي، أو مثلا يعني كده أو لو انتوا بتاخدوا مثلا درس مع مدرس هو كده كده هيصحح لكم. هحل معاكم شوية بجد كتير، يعني حوالي تقريبا 20 أو كده. برضه هكمل دول. بعد كده يا جماعة السينونيم والأنتونيم دول مهمين جدا بحفظهم، لأنه بيجوا في التشوز وبيجوا مش عارفة في القطعة وحاجات كتير كده، فنحفظهم برضه ونعرفهم. وبعد كده يا جماعة برضه الجورنال نوتس دي اللي هي اللي يعني
النوتس دي مهمة جدا برضو تعرفوها. بنبتدي بعدين نكمل بقية الحل كده خلاص. برضو يا جماعة عندنا هنا الجرامر، عندنا السكند كونديشنال اف. برضو انا هي كانت عندنا اصلا يعني في الاو ليفل، فخلاص كده بالنسبة لي انا تمام فيها. هبتدي ان انا احل على طول، احل برضو شوية او كام سؤال معاكم وهكمل بقى الباقي انا يعني. المهم ان انتوا يا جماعة تكونوا فاهمين جدا، وتكونوا لو في اي نوتس على اي حاجة تكونوا عارفينها، عشان يا جماعة ما تنقصوش وتحاولوا انكم تقفلوا. انا هحل كده كام يعني سؤال معاكم كده 4 أو 5 اسئلة، وهكمل بقى انا الباقي كده خلاص. حل اسئلة على التست كده خلاص، الدرس خلص الحمد لله يا جماعة. بجد الدرس طويل وفي حاجات كتير. بعد كده يا جماعة بقى استراحة، يعني استراحة محارب كده نص ساعة. قطعت الفاكهة يا جماعة عادي، اي سناك تحبوه، ممكن فاكهة ممكن يعني، بس تكونوا يعني ايه اي حاجة صحية. وصلت يا جماعة هنا المغرب مع سناك خفيف. انا هنا قطعت فراولة وموز، ممكن تقطعوا مثلا جوافة، في برتقال، في اي حاجة، بس المهم تكون حاجة صحية عشان تديكم طاقة. وبرضه يا جماعة قوموا اتمشوا كده شوية واشربوا مية وكده، وبعد كده كملوا اي فاكهة تحبوها كلوها يا جماعة. فيعني المهم حاجة تديكم طاقة كده وتفصلوا بيها في نص الوقت. انا طبعا يا جماعة لسه هكمل برضه حاجات، انا بس تعبت جدا بجد. الهاي ليفل يا جماعة طويل وكده، بس الحمد لله انا يعني حاولت يعني في اليوم ده ان انا خلصت اليونت، عشان كده يبقى لي يونت 3 وبس. هنا يا جماعة بقى هبدأ ان انا اذاكر ماس. هراجع هنا يا جماعة الجبرا. المستر ده يا جماعة حلو جدا، انا ان شاء الله يعني هسمع بها برضه لو منزل مراجعة تانية مراجعة الجبرا. المستر ده يا جماعة اسمه مهندس الماس، كويس برضه يا جماعة، شرحه حلو. عامل لي تالتة اعدادي واولى ثانوي وكده، فانتوا ممكن تسمعوا معاه او كده. معانا يا جماعة خلاص كل حاجة، معانا الكتب وسناك واللابتوب وقلم الكالكوليتر وطبعا كراسة عشان نحل معاه. لو في أمثلة يا جماعة بيشرحها أنا بحلها الأول، بشوف حلي صح ولا غلط وكده. هو عامل يا جماعة مراجعة على يونت 1 و 2 وشوية تركيز يا جماعة، وإن شاء الله يا جماعة يعني هنقفل الماس تمام. انتوا ممكن مثلا يعني بعد كده مثلا يتحلوا امتحانات كتاب المعاصر important question الحاجات دي، بس برضو اسمعوا شرح كده عشان يتأكدوا على الشرح وكده طبعا. فيعني ايه، علشان بجد يعني الموضوع طويل. وبرضو اقول لكم حاجه يا جماعه، خدوا ريست كل ساعه، يعني ما تاخدوش يعني كله ايه يعني كله ورا بعضه، لا يعني خدوا ريست كل ساعه ولا حاجه. عشان يعني ايه، الفيديو ده اصلا يا جماعه 3 ساعات بجد حرام، وده الجبرا بس يعني، ولا جيومتري ولا اي حاجه. بس ماشي المهم نفهم في الاخر، امال الباقي بقى هيبقى عامل ازاي في الجبرا، في يا رب جيومتري سوري، في حاجات كتير. بس المهم ان انا اخلص فرع واكون متاكده منه. وبس بقى كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف حلو منكم وافكار للفيديوهات الجديده. ما تنسوش برضو تكتبوا لي افكار للفيديوهات الجديده لو انتوا عايزين اي فكره اعملها، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. واستنوني في فيديو جديد. وبس كده، باي.